السلام عليكم. هذا الاخ راهو يسقسي الاولاد الامريكيين اذا يتهلاو في والديهم ولا يرموهم في دار العجزه. هذا السوجي ولا غير فري سوجي شباب وعجبني باسكو انا نهتم بزاف بالحوايج هذو تاع الثقافه والعلاقات الانسانيه وكاع. انا وين هذا الموضوع يعني تخلي في راسي بزاف وكاع. نهار كنت نخدم ديليفري تاع دويلات شفاو، كنت نديليفري الدواء لدار العجزه، وكي نروح لدار العجزه هذوك قلبي يوجعني، فهمت بزاف عفايس. بون باش قبل ما نحكوا هذا كما قلت الاولاد الامريكي كاين هي على حسب التربيه، على حسب العائلات. كاين عائلات اللي فري حكمه في العائله، وتلقى واحد في عمره 90 سنه 95 سنه مازالوا معاهم ويشدوا فيه وجهم يخلوه يروح لدار العجزه ويتهلاو فيه. مثلا انا نسابي عندهم جداهم اللي في عمرها 95 سنه، اللي مال يتبعني مال ندير معاه لي ستوري، مال ندير معاه لي فيديو. 95 سنه يتهلاو فيها، يروحوا لها كل يوم. يماها اللي في عمرها قريب 80 سنه تروح كل يوم لدارها وتجيب الميل تاعها وتشوف واش خصها ودير لها كلش وتعاود تروح. يماها هذه يا بنتها اللي هي جده، اللي هي جده مرتي، تما كيما هاد العائله مهتمين. وكاين واحد اخرين يخرج يلحق 18 سنه ديجا هو باباه رباه هكذاك، يخرج من الدار ما يجي يحوس على والديه، الا حوس عليه وشافوه مرض ولا يروح يديه لدار العجزه ولا يديه للسبيطار ويرميه. اذا نكمل لكم على دار العجزه هذه، كنت نشوف شغل مأساة، نشوف مأساة. وعلى حساب واش كنت نشوف، على حساب بنادم كيفاش عايش. الا كان فري لاباس به في حياته وخدوم وعنده دراهم، راح يروح لدار عجزه ولا نيرسين هوم، تلقاها الله نقيه تحير، تدخل واش من روايح طوالات نقيه عشاكم المواكل فور كل حاجه فور. هذه الناس الويلثي واللي عندها دراهم ومعظمهم بيوضه هكذا. ومن الجهه الاخرى تروح لواحد اخرين والله يا خوتي غير نعيف ندخلهم بالماسك باش ندير فري برك دواء، ندير ماسك تلمو الريحه ماشي مليحه وما يتهلاوش فيهم وكاع، ومعظمهم من ذوي البشره السوداء. اذا هذا الموضوع كما ما تقدرش مثلا هنايا تقدر تقول بالك 50-50، ماشي كما في الجزائر والحمد لله. مثلا بالك 95% من الشعب الجزائري ولا تلقاه يتهلا في يمه وباباه حتى يموتوا وما يرميهمش دار العجزه غير الخمسه. هنايا تقدر تقول بالك 50-50، 50% يتهلاو فيهم ويعيشوا معاهم وحتى يموتوا، وال50 الاخرى يرموهم في دار العجزه. ودار العجزه هذيك اللي تروح لها على حساب انت كيفاش كنت. اذا كنت انت يا طبيب وانجينيور في حياتك في الاخر راح تجوزها بيا. اذا كنت عامل وما خدمتش بزاف وكنت على شراب وانت على دروغ راح تخلص عليك في دار عجزه وين تتمنى تموت، تتمنى تستنى غير وقت تموت. فوالا ان شاء الله نكون اجبت على السؤال تاعك، وربي يحسن خاتمتنا ان شاء الله. وان شاء الله الناس قاعد تهلا في مالها وما تخليش مالها. ديجا نورمالمون في البلدان الاسلاميه، ماشي الاسلاميه المسلمه مثل الجزائر، نورمالمون هذه دار شيخوخه ولا دار العجزه ما تكونش كاع نورمال. هذه واش كاين. السلام عليكم.